بصوا معايا كده. طبعا كالعاده بعد ما اخلص الفيديو لايف هتقولي يا شيخ زهره كبد وقوانص الدجاج عملتيها ازاي؟ دي الطريقه. بصوا دي النتيجه. بصوا بتشهي ازاي ما شاء الله عليها، حاجه كده وهم يعني. بألف هنا وشفا على اللي هياكل. طيب بصوا يا حبايبي، الكبد والقوانص بتاعت الدجاج غير الكبد النيه او بتاعت العجل. الكبد والقوانص بتاعت الدجاج انا بسلقها الاول، وبعد كده بشيل الزيادات اللي فيها، وبعد كده بقطعها بتكون بالشكل ده. يعني الانثى بقطعها كذا قطعه بالشكل ده، والكبد بقطعها كده، والقلب بيتفتح نصين. القلب ما بيتحط زي ما هو، بيتشال منه الدمويه اللي فيه، اللي هو زي العرق اللي بيبقى نازل منه كده وبيتفتح. لازم يبقى القلب نضيف كده. شايفين ده قلب الدجاجه خلاص. طيب سلقناها، نضفناها، شطفناها شطفه حلوه، وعايزين نخليها بالشكل ده. هنعمل ايه؟ الكبد العاديه احنا بنحطها نيه تستوي في دقايق، ولكن دي بتبقى جامده شويه فلازم تاخد سوا. هولع النار بس معاكم. اول حاجه هنحط زيت، وفي العاده بعد ما بنحط الزيت ويسخن بنزل بالكبد العاديه اللي هي بتاعه العجل او الخروف، وبديها تشويحه لحد ما الدم يختفي تماما، وبعد كده بنروح حاطين بقى عليها الفلفل والبهارات وهكذا. لا هنا انا بعمل العكس. انا هنا هنزل بالفلفل الاول اللي هو الفلفل السبايسي او فلفل السلطه، عشان الكبده دي مسلوقه فما ينفعش احطها الاول في زيت سخن. هتفرول كده وهتتهري، تسويتها هتبقى بسيطه. فهننزل لما الزيت يسخن، هننزل اول حاجه بالفلفل والثوم، شويه فلفل حلوين كده وننزلوا بيهم في الزيت السخن. وبعدين بقى تجيبي الثوم المفروم او الثوم المدقوق. انا عندي هنا الثوم المفروم بتاعي اهو، ببقى مفرزاه من السنه للسنه. طيب هدي تقريبا لده مع ده، بوقف الفيديو وارجع لكم تاني لما يتشوح. بدات ريحه الفلفل تطلع، تشوح، مش بغمق لونه ومش بحرقه اهو. انا بتبله بس كده شويه. هنزل بقى بالكبد والقوانص بتاعتي. طبعا الكبد والقوانص والقلوب كلهم مسلوقين مع بعض، فكلهم مستويين زي بعض. هديها تقليبه حلوه كده. شوفوا بقى التقليب ما يبقاش كتير عشان ما نهريش الكبده. خلاص هنحط ايه بقى؟ كمون ناعم، كمون بقى من اللي بيوحوح كده، اللي هو بيشم ريحته من على اخر الشارع. خلاص هنحط ايه كمان؟ هنحط ملح. هنحط ايه كمان؟ هنحط شويه خل، ودي اخر حاجه خالص. ومش هنحط حاجه تانية خالص بقى. الناس اللي بتقول نحط كزبره ناشفه، نحط معرفش قرفه، لا يا جماعه. بصوا كل ما كانت البهارات قليله وكل ما كان طعم الاكل الاساسي باين، سواء مشويات محاشي. يعني على قد ما تقدروا خلوا طعم الحاجه الاورجانيك يبان، كبده دي ولا لحمه، كفته ولا طرب كده يعني. شايفين حبايبي؟ انا كنت حاطه هنا كمان فلفل الوان، ما حطيتش هنا لانه خلص مني. كبده كده قدامها قد ايه وتكون استوت. هي اوريدي مستويه، احنا بنديها تشويحه كده يعني. هتقعد دقيقتين على النار وبعد كده نطفي عليها، هتبقى بالمنظر الجميل ده زي ما انتم شايفين. بصوا بألف هنا وشفا. يلا بقى النهارده عاملين رز بسمتي مع كبد وقوانص مع مكسرات زي ما انتم شايفين وعصير، وكمان هنحط رغيف خبز. والف هنا وشفا اللي هياكل ويدعي دعوه حلوه لكل اللي بيساهم معانا على بث مباشر. وده محتوانا النهارده ومحتوى الصفحه بتاعتنا، ان احنا كل يوم بنيجي مطعم نعمل وجبات طالعه لله، نروح قافلين وماشيين. ما بنبيعش هنا خالص، احنا معتمدين على البيع اونلاين، لان احنا بنعمل اوردر في 3-4 ساعات بنخلصه ونمشي، لان مفيش وقت طول اليوم نقعد في مدارس وفي بيت وفي فالله يعين الناس كلها، وربنا يقوينا ويعيننا على شغلكم. ويلا بينا على البث.